السلام عليكم. أنا فراس بن جديلة. 2017 عام جديد، ولكن أخبرني كيف كانت 2016. لا تجب، لا تفكر بالإجابة حتى. لا نريد أن نعرف كيف كان عامك الماضي، لأنه أصبح من الماضي. بل أخبرني كيف سيكون عامك القادم. هل سيكون مختلف أم سيشابه الأعوام الماضية؟ لا، أريد أن يكون مليئا بالنجاحات. أريد أن أحقق كل أهدافي، ولكن ربما الظروف لا تسمح. الظروف؟ بالله عليك، هذه الكلمة توجد فقط في قاموس الكسالى، وأنت لست كسول. أنت الذي كسر وستكسر هذه الكلمة. أتعلم لماذا؟ لأن آخر مرة كسرت كان كسرها الشباب. نعم، الشباب. أنت شاب، إذا حققت النقطة الأولى. أنت مهيئ لتحقق أهدافك. تمام. كيف أحققها إذن؟ القاعدة بسيطة، وتتكون من كلمتان فقط: خطط ثم نفذ. أريد أن أتفوق في دراستي، أريد أن أجد عملا، أريد أن أصبح غنيا، أريد. الأمر بالكلام سهل، ولكن التطبيق صعب، وهذا ما يسمى بالسهل الممتنع. لذلك كن صلبا ومرنا في آن واحد. الصلابة هي أن تصر على هدفك دون كسر واستسلام، وأن تكون صاحب إرادة. والمرونة هي أن تتكيف مع المعيقات، ولا تسمح لها أبدا بأن توقفك. 2017 اجعلها السنة التي ستخبر بها الناس أن نجاحاتك بدأت منها. اجعلها السنة التي كنت مختلفا فيها عن الآخرين. 2017 من اليوم أخبر نفسك: أنا لست كسولا. أنا الذي إذا فكر أبدع. أنا الذي إذا نفذ أبهر. أنا الذي لا تكسره الصعوبات، بل أكسرها. من اليوم عندما يقال الإرادة يجب أن يذكر اسمي بجانبها. نعم، أنا الإرادة نفسها. قم الآن، أحضر ورقة وقلم واكتب بالخط العريض: ستكون هذه السنة مختلفة. أخي الحبيب، تذكر دائما أن الوقت يمضي بسرعة، فإذا كان لديك فكرة لا تؤجلها إطلاقا. أتعلم لماذا؟ لأن الوقت الذي تتوقف فيه عن تأجيل الأمور هو الوقت الذي تحقق فيه ما تتمناه وتصل إلى النجاح. وابدأ من صلاتك فلا تؤجلها. شكرا لأصدقاء هاشتاج بن جديلة الكل، ودمتم في أمان الله. السلام عليكم.